في عدو شغال 24 ساعة، لا بينام ولا بيتعب ولا حتى بيزهق. مش بيجي يخوفك ولا بيظهر لك بشكله الحقيقي، لكنه داخل حياتك من كل باب مفتوح أو من كل فكرة. الشيطان مش بيغويك بالعنف، هو بيغويك بالمنطق، بالإغراء، وإنه يلبس الباطل لبس الحق. النهاردة في برين بايتس بودكاست هنفهم إزاي بيلعب علينا، وإزاي نوقفه قبل ما ياخدنا خطوة بعيد عن نفسنا وبعيد عن ربنا. هيزين لك الخطأ وكأنه حرية، هيخليك تحس إن مفيش حاجة اسمها غلط، المهم إن أنت مبسوط. هيبيع لك الحرية على إنك تعمل اللي نفسك فيه حتى لو هتأذي نفسك، زي واحد بيكذب عشان ما يخسرش حد، أو يخون عشان يلاقي نفسه. بس في الحقيقة إن كل خطوة من دي بتبعدك عن حقيقتك وبتربطك أكتر بخيوط وهمية، والأهم من كل ده إنها بتبعدك عن ربنا. يزرع الشك جواك في كل حاجة، يشككك في ربك وفي دينك وفي نفسك، في كل اللي حواليك. الشك ده مش بيحررك، الشك بيشلك، يخليك عايش في دايرة مش عارف تطلع منها، ودايما حاسس إنك تايه. يخليك دايما مشغول لدرجة إنك مش سامع صوت قلبك. ما بين الموبايل والسوشيال ميديا والجري ورا الفلوس، كل ده بيضيع منك أهم حاجة، نفسك. واللي بيفقد نفسه الشيطان بيلاقيه بسهولة، وكمان بيستغل غرورك، هيقنعك إنك دايما على حق، وإن رأيك أهم حاجة، وإنك تستاهل كل حاجة حلوة حتى لو على حساب أقرب الناس ليك. تلاقي نفسك بتبرر ظلم أو تنسى فضل ناس عليك، وكل ده في سبيل أنا. وكل ما الأنا كبرت القلب ينشف والعلاقات بتبوظ، بيخفي وجوده. ودي بقى أكبر خدعة بيعملها، إنه يقنعك إن مفيش حاجة اسمها شيطان أصلا، وإنه مش موجود، وإنك تقول أنا اللي بختار، مفيش حد بيأثر عليا. بس في الحقيقة إنك كل ما بتنكر وجوده كل ما بيشتغل براحته أكتر. يخلط الخير بالشر، مش هيقولك اكذب، لكن هيقولك يعني لايمها شوية عشان ما تخسرش اللي قدامك. مش هيقولك اغدر، هيقولك يا عم ما تلعبها صح. بيغلف الغلط ب100 مبرر، ويخليك تفتكر ان اللي بتعمله هو الصح. ده كمان بيعمل لك قدوات مزيفة، هيحط لك ناس ناجحين قدام عينك بس نجاحهم ملوش لازمة. تلاقي الناس بتجري ورا الصورة وتنسى العمق، وتنسى كمان نفسها. يخليك تشيل من الناس وتتضايق منهم. هيكبر جواك اي موقف صغير حصل، ويخليك تفتكر كل كلمة على انها اهانة. وهيوسوس لك، شايف هو بيقلل منك، هي بتتجاهلك ولا ايه؟ تفضل ساكت ساكت وتبعد وتكتم لغاية ما العلاقة دي تبوظ من غير اي سبب حقيقي. الخلاصة من كل اللي بقوله ده ان الشيطان مش لازم يكون مرعب او دموي، هو بيشتغل على اغراءك بعقلانية مغلفة بالمنطق والرغبة. للأسف بيفهم النفس البشرية كويس جدا، وعشان كده بيستغل ضعفنا وغرورنا وشغلنا حتى تعبنا، عشان يبعدنا عن نفسنا وعن حقيقتنا وعن ربنا. بس في الآخر القرار بإيدينا. كل ما هتبقى واعي، كل ما تبقى قريب من ربنا، كل ما هتقدر تشوف الفخ قبل ما تقع فيه. أنا كل ده بقوله ليكم وبذكر نفسي بيه. كل ما قربنا من ربنا وصلينا، سمعنا صوت ضميرنا، هنقدر نميز بين الحق والباطل، حتى لو كان الباطل ده لابس وش الخير. أصل الدين مش قيود، الدين أمان، والرجوع لربنا مش ضعف، دي القوة الحقيقية. ولما تحط ربنا في قلبك مفيش شيطان هيعرف يخترقك ولا يغريك ولا يخدعك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إن كيد الشيطان كان ضعيف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار طريق النور وما تخليش حد يلبسك الضلمة على شكل حرية. ودي كانت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست، لقمة صغيرة بس تقيلة شوية. لو الكلام لمسك اقف لحظة وراجع نفسك، أنا ماشي ورا مين؟ واخد بالي من اللي بيدور جوايا ولا سايب الدنيا تاخدني؟ واستنوني في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.